أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى في برنامج نارت كاسة. في هاي الحلقة بيسعدنا أن نلتقي مع الدكتور محمد خير مامسر. دكتور محمد خير مامسر غني عن التعريف في قناة نارت الشركسية. الدكتور كان وزير للرياضة والشباب ورئيس للنادي الأهلي في عقد التسعينيات، وهو كاتب موسوعة الأمة الشركسية، وأيضا كان عضو في الهيئة الإدارية للجمعية الخيرية الشركسية بين الأعوام 1971 1973. دكتور محمد خير مامسر، أهلا وسهلا فيك في برنامج نارت كاسة. يا مرحبا، شكرا على هذه الاستضافة، الله يعطيكم العافية. تسلم دكتور. احنا حوارنا اليوم حول النهوض والارتقاء في عمل وأداء الجمعية الخيرية الشركسية في الأردن. طبعا. يعني إنجازاتك الكبيرة والعظيمة بدها تخصيص عدة برامج. كل يعني لما اللي بتطلع على السي في تبع الدكتور مامسر يعني راح يشوف شغلات كثيرة تحتاج إنه تنحكى، وهي عنوان وبتلهم الشباب الصاعدين. ولكن في حلقة اليوم احنا أو في هذه الحلقات احنا راح نخصصها لموضوع الجمعية الخيرية الشركسية اللي بدأت حاليا. بدأوا الناس عم بيستعدوا للمرحلة القادمة، وكتل عم تتشكل، وفي اهتمام الصحيح في موضوع الجمعية الخيرية الشركسية. وأنت دكتور أحد الناس المخضرمين في هذا الموضوع، ولك باع طويل وتجارب ممتازة في هذه القضية. طبعا احنا هذه الحلقه بدها تكون تاتي بالتعاون مع مبادره الاسره الشركسيه اللي تم تشكيلها في محاوله لدعم نشاطات الجمعيه الخيريه الشركسيه. بهم هاي المجموعه، واللي هي مجموعه من اعضاء الهيئه العامه بيصل عددهم لحوالي 80 شخص. هذول هي مجموعه حواريه بتتناقش وبتتحاور فيما يخص يعني كيف ممكن ندعم الجمعية الخيرية الشركسية. ومن خلال هاي البرامج إن شاء الله إحنا بنشرك أكبر عدد من أفراد المجتمع الشركسي في هاي الحوارات، لأنه الحوار حول الجمعية الخيرية الشركسية بتخص أعضاء الهيئة العامة، وبتخص كل شركسي موجود في الأردن، وحتى كل شركسي موجود في العالم. فبدنا نبدأ معك دكتور محمد خير مامسر. طبعا حضرتك كنت بالهيئة الإدارية مع برئاسة السيد أحمد مهاجر بين الفترة 1971 1973. فما رأيك دكتور، هل تغير الوضع من هذيك الفترة لليوم؟ الأعباء اللي على الجمعية الخيرية الشركسية، التشكيلة، الإدارات، ما رأيك؟ ما هو الاختلاف ما بين الفترة اللي كنت فيها عضو بالهيئة الإدارية وما بين الفترة الحالية؟ تفضل دكتور. شكرا. ما في شك انه في اختلاف كبير جدا. طبعا في الفترة اللي انا كنت فيها بالسبعينات، المجتمع الشركسي في الأردن كان طبعا مجتمع يعني في وعي وفي ثقافة، وفي برضو كمان احترام للكبار وللصغار، وبتعرف الخابزة. كان الحقيقة بأن يعني الإنسان كان يشتغل في العمل العام وهو مرتاح، مش فيما بعد تدريجيا مع كل أسف. وطبعا هذا تغير ليس أن في المجتمع الشركسي، وإنما المجتمع عامة والمجتمع الأردني خاصة. فتغير الحقيقة، الأوضاع تغيرت والثقافات تغيرت، والعاملين في العمل الاجتماعي كنا في الماضي شبه متفرغين، يعني كنا نقضي في الجمعية أو في النادي خاصة فترات المسائية كنا نقضي والله أكثر مما نقضي مع أولادنا ومع زوجاتنا ومع عائلتنا. فالآن الوضع مع كل أسف تغير كليا، كما قلت، ليس بس على مستوى الأردن وعلى مستوى العالم كله. فاللي بحب أنا أقوله الآن، إحنا بحاجة الحقيقة بأن نعمل دراسة ونعمل يعني استفتاء،
نضع ايدنا على مواضع الخلل وعلى المشاكل، لانه في عندنا كثير من المشاكل، واذا احنا ما استدركنا الامور انا اخشى ان تتفاقم الامور. ومجتمعنا اللي هو يعني انا دائما كنت اقول، وعندي دراسه عن الشركس في 40 دوله على قارات الاربع، ربما كان المجتمع الشركسي في الاردن افضل مجتمع شركسي في كل العالم، حتى يمكن بكل يعني مصداقيه. واخشى انه اخواننا في الوطن الام يعني ما ياخذوني، بانه بجوز مجتمعنا احنا في كثير من الامور وكثير من المحافظه على عاداتنا وتقاليدنا يمكن اذا مش افضل من الوطن الام وليس اقلها. وبالتالي يعني لا بد ان، زي ما تفضلت وشكرا على اهتمامك بهذا الموضوع، لا بد من الاستفاده من كثير من الجمعيات العامله خاصه في الاردن، في جمعيات كثير نعمل تشبيك معهم ونعمل لقاءات معهم، وثم عود الجمعيه لا يكفي انه الهيئه الاداريه يجتمعوا كل يوم. انا باعتقادي ما في واحد يعرف ما هي القرارات التي اتخذت، اذا راح حتى اذا راح على الجمعيه في لوحه الاعلانات قد لا يجد كل القرارات موجوده هناك. فانا الحقيقه اللي بقترح، اذا بدنا نشتغل شغل صحيح لازم يكون في كل القرارات اللي تصدر تنحط على وسائل التواصل الاجتماعي، وممكن تحط على الفيسبوك. ويعني ليه؟ لانه يعني الان مجتمعنا طبعا صار متباعد، مش كل يعني الناس يعني يصلوا للجمعيه، وحتى ان وصلوا للجمعيه مع الاسف الجمعيه بعد ما كان خليه نحل، وكان يعني اللقاءات والناس موجودين بكثره في الجمعيه، لكن تروح الان يعني لا تجد الا عدد قليل منهم. فاود ان اقول بانه فعلا الان لازم نعمل تشبيك مع الجمعيات الاخرى ونستفيد بالخبراتهم، هم كمان يستفيدوا من خبراتنا، واعاده النظر في يعني في هذه الجمعيه. الجمعيه لا يكفي يعملوا اجتماعات كل اسبوع مره، او هذا لازم يعملوا ندوات، لازم يعملوا لقاءات. احنا عندنا الان في الاردن في مشاكل صحيه، في اوبئه، في كذا، لازم يعني يدعوا مختصين خاصه في مجال الاوبئه، مختصين بالكورونا، مختصين يعني التحورات اللي صارت على الكورونا والاوبئه المنتشره. فما أود أن أقوله إنه إن ما عدنا إلى الندوات واللقاءات، وليس ضروري أن يكون المحاضرين أنه من مجتمعنا الشركسي، من الناس مختصين أيضا. احنا مجتمع لا يجب أن ننعزل عن المجتمع الأردني، احنا جزء من هذا المجتمع، خيرنا من خيرهم وخيرهم من خيرنا. وأنا بكرر بقول بأن فعلا الآن لابد من يعني اختيار لجنة استشارية للجمعية، وما بدي أقول لجنة حكماء لأنه قد يكون هذه كلمة كبيرة، لكن لجنة استشارية. وهذه اللجنة يعني طبعا من اللي لهم خبرات في الجمعية، من اللي كان لهم نشاط في الجمعية، وبالتالي وهذه اللجنة الاستشارية ممكن تجتمع في شهر مرة أو مرتين. إحنا هذه الفكرة عملناها في نادي الأهلي، كنا مشكلين من 25 عضو من الأعضاء القدامى هيئة استشارية. فأنا أدعو إلى تشكيل لجنة استشارية للجمعية، وهذه اللجنة طبعا قرارات، ليست قرارات وإنما توصيات، لأنه لا أستطيع أن أقول أن القرارات ملزمة، أما قرارات هذه اللجنة ملزمة لكن على شكل توصيات. المهم اللي بحب أنا أأكد عليه تماما بأن إحنا إن ما تداركنا
فالمشاكل يعني مشاكل الشباب لا يخفى على الجميع. يعني المشاكل مش بس الأردن، في كل العالم الأمور الآن مختلفة تماما عن قبل 20 سنة ولا 30 ولا 40 سنة. فيجب أنه إحنا حقيقة، وشكرا أنك أنت يعني أصبت في الهدف يعني المطلوب، أو في الرؤية، يكون لنا رؤية، وهذه الرؤية يجب أن ترجمها إلى عمل وإلى واقع. دكتور، طبعا يعني لا شك بأنه الأمور عم تتطور في الجمعية الشركسية، المهام عم بتزيد وعم تكتر. يعني إن كان عدد الأسر العفيفة أو المحتاجة عم بتزيد، يمكن عدد الناس اللي عم بتبرعوا عم بقل. بنفس الوقت في مهام كتير أضيفت للجمعية الخيرية الشركسية. حاليا هي الموقع أو هي المكان اللي بتمثل شركة الأردن في قضايا مصيرية في الجمعية الشركسية العالمية، وهي بتمثل شركة الأردن كمان فيما يتعلق حتى داخل البلد. هنا في الأردن معروف أنه العنوان هو الجمعية الشركسية. لما بدنا نحكي باسم شركة الأردن، في مؤسسات شركسية كمان فاتت وعم تاخذ أو بتحاول تساعد الجمعية الشركسية في بعض المهام، وهذا كمان بيزيد عليها عبء بأنه لابد من التنسيق بين المؤسسات، بين الفروع. لابد من أنه تقوم الجمعية الشركسية في بعض المهام اللي فعليا يتأمل المجتمع الشركسي أنها تصدر عن الجمعية، وخاصة أن عندها مشاريع مهمة جدا، يعني زي مشروع مدرسة الأمير حمزة، زي مشروع سماور. وهذه كلياتها أصبحت مشاريع كبيرة وبحاجة إلى أصحاب خبرة في إدارتها. وإحنا شايفين بالسنوات الأخيرة إنه في بعض المعضلات عم تنتج، وكلياتنا عم نتطلع بتخوف إنه ما مصير هاي المؤسسات، ما مصير القضايا اللي تتحملها وتقع على عاتق أعضاء الهيئة الإدارية والمهام الجسيمة اللي عليهم. فبالتالي إحنا دائما عم نطمح بهالفترة هاي الحالية إنه لابد من إعداد مجموعة من الناس المؤهلين والكفؤين. مع يعني إحنا عم نطلع على الكتل اللي عم تتشكل، يمكن بنفس النمط اللي عم بتشكل كان من 1970 1960، اللي هي رئيس كتلة واللي هو بده يكون رئيس الجمعية الشركسية، وحوله مجموعة من الناس اللي عادة يعني بيتم جمعهم بس من أجل الفوز بالانتخابات، يعني من عيلة فلان ومن المنطقة الفلانية، يعني تكميلة من مجموعة من الناس اللي تنجح بالأصوات. ولكن نحن الآن في مرحلة تحتاج إلى هيئة إدارية فعلا من أصحاب الاختصاص، وفعلا من الناس اللي عندهم الوقت والكفاءة لتشغيل الجمعية الشركسية. دكتور، ما رأيك؟ ماذا نستطيع أن نفعل حتى نجعل الإدارات القادمة إدارات مؤهلة لقيادات الجمعية؟ تفضل دكتور. أنا الحقيقة اللي بقترحه بأنه لابد من يعني إقامة ندوات ولقاءات، إذا مش في الشهر مرة، يعني إذا مش في الشهر مرتين، مرة على الأقل، ويدعى إليها طبعا من الأشخاص الشراكسة اللي عندهم خبرة في العمل الاجتماعي عام، وأيضا في كل القضايا ما يتعلق بقضايا الإشكالية الصحية والنفسية والاجتماعية للشباب. وأيضا طبعا أنت بتعرف كيف الآن الكثير من الشباب مع الأسف يعني في مع الأسف يعني في خوف عليهم بأنهم يتجرفوا إلى القضايا المعروفة، المشاكل الاجتماعية والصحية الدائرة في المجتمعات، مش الأردنية، المجتمعات العالمية كلها. فأنا الحقيقة اللي بدعو إلى عقد ندوة أو مؤتمر، ويعني ونتدارس كل هذه المشاكل، وفي نفس الوقت مع الإعداد لهذه الندوة نعمل استفتاء ودراسة عن شو مشاكلنا، شو التطورات اللي صارت، وين وصلنا، وإذا يعني ما داركنا وإذا ما لحقنا حالنا. والله أنا مع كل أسف يعني أخشى يعني على هذا المجتمع الطيب وعلى الشباب الجيل الجديد، أخشى أنه يفلتوا من بين إيدينا. فأنا أدعو إلى
عقد مؤتمر أو ندوة أو لقاء أو لقاءات، حتى نحن نتصارح بدون أي يعني إساءة لا للجمعية ولا للأفراد ولا للشباب، لكن بكل مصداقية. الدراسات اللي ممكن يعملها المختصين يعرضوا علينا، لأنه فعلا نحن بحاجة إلى هزة، الحقيقة بحاجة إلى يعني انتفاضة زي ما تقول، مش هز بس انتفاضة. لأنه إحنا قد صرنا إحنا من عام 1878 يعني متواجدين، وشركة هم اللي أعادوا إنشاء عمان، أما بينهم، فشاب سوق أجوا 1878. وبالتالي هذا يعني صحيح عندنا وطن، لكن هذا وطننا الأصلي خير من خير، شر من شر من شرنا وشره. وبالتالي بدنا الحقيقة، وأنا أدعو من خلال هذا اللقاء إنه يعني الجمعية تشكل هيئة استشارية، ونبدأ ندرس ونبحث مشاكلنا وأمراضنا الاجتماعية التي بدأت تتطور. دكتور، يعني زي ما بتعرف انه المبادره اللي اطلق عليها مبادره اسره الجمعيه الخيريه الشركسيه، واللي بترعى هذه اللقاءات اللي عم بنساويها حاليا وبدانا من خلالك دكتور، مبادره الاسره عم تقترح انه يكون في لقاءات مستمره على قناه نارة الشركسيه، اللي نسمع اراء اصحاب التجربه واصحاب الخبره واصحاب التخصص في الأمور اللي بتتعلق بالجمعية الخيرية الشركسية ومسيرتها والاقتراحات ووجهات النظر والأهداف الممكنة والفرص اللي ممكن إن نستغلها لدعم الجمعية الخيرية الشركسية، بالإضافة للحلقات اللي إحنا رح نعملها. الفكرة بأنه ينعقد مؤتمر بالتعاون مع الجمعية الخيرية الشركسية المركز، وهذا رح يتم تقديم هذا المقترح لهم بشكل رسمي، بحيث أنه يعني حتى لو ما قدرنا خلال الفترة الحالية، خلال فترة تولي الإدارة الحالية، ممكن الإدارة القادمة يعني تتبنى مخرجات المؤتمر اللي راح يضم مجموعة من الخبراء وأصحاب التجربة. وطبعا أنت أحد هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء الأشخاص اللي لابد من الاستفادة من خبراتهم. إحنا عملنا زي دراسة، شفنا كم من عضو هيئة إدارية عنده تجربة مر على الجمعية الخيرية الشركسية وما زال موجود بيناتنا، فبوصلوا بحدود 60-70 شخص يعني، وهدول كل واحد عنده تجربة بالإضافة إلى أصحاب الخبرة من الخارج. فنأمل يعني إحنا دائما بنطلع بنقول إنه مشروع بسمول بزنس ب5,000 دينار بيقولوا له وين خطتك، وين الاستراتيجية تبعتك، فما بالك بالجمعية الخيرية الشركسية التي تمتلك مقدرات بمبالغ عالية جدا. لابد من أنه يكون في استراتيجية معمولة بطريقة مهنية صحيحة. دكتور، يعني إحنا طبعا أنت أحد الأشخاص الذين نعول عليهم كثيرا، فأنت شخص أكاديمي وشخص عندك خبرة كوزير ومدرس في الجامعة، بالإضافة أنك كنت لك علاقة بالهيئات الإدارية والتطوعية والمؤسسات الشركسية. فنأمل بقيادتكم أن هذه الأمور تترجم إلى استراتيجية تطبق خلال السنوات القادمة. دكتور، شكرا. بحب أسألك شكرا يعني على هذه الثقة يعني. لا طبعا أكيد يعني أكيد يعني هذا لا يختلف عليه اثنين يعني في عندنا هنا بالأردن، وحتى شركة العالم كلهم بيعرفوا دورك دكتور. يعني أنا بحب إني أدخل في أمور لها علاقة في بناء الاستراتيجية اللي ممكن أن نطبقها بالمجتمع الشركسي. أين تجد دكتور نقاط القوة لدى الجمعية الخيرية الشركسية اللي ممكن الإدارات القادمة تستغلها وتستخدمها في صالح المجتمع الشركسي؟ الجمعية الخيرية الشركسية عندها مقدرات، عندها نقاط قوة، إحنا ما عم نستغل إلا جزء منها. برأيك وين نقاط القوة عند الجمعية الشركسية اللي لابد من استغلالها من قبل الإدارات؟ سيدي، أولا نقاط القوة أنه كل شراكة الأردن، مش عمان، كل شراكة الأردن الحقيقة يعني مهتمين بالجمعية. ويعني أنا بلتقي مع ناس كثير
مع كل احترام وتقدير للقائمين عليه وبيبذلوا مجهود كويس، لكن لحاله ما بكفي. لابد من أن نحط ايدنا بايدهم، ولابد من ان نستعين بخبرات ونستعين من ناس عندهم رؤيه واضحه، وبالتالي يعني نبدا يعني عمليات الاصلاح، ليس اصلاح الجمعيه، لانه مش بس جمعيه، اصلاح المجتمع الشركسي كله. لانه الحقيقه في امور يعني بجوز مش كل الناس مطلع عليها، لكن في عندنا مشاكل عند شبابنا وشاباتنا، وعندنا مشاكل يعني فيما بعد، يعني الكابزه اللي كنا تربينا عليها بدا يتلاشى. انا عملت دراسه من يعني الكابزه اللي كان بالعشرات، يعني لما اقول عشرات بجوز 50 60 كابزه، في اخر فتره انا عملت دراسه ما بقي منها الا 15 يعني كابزه من الكابزات اللي احنا يعني شويه الى حد ما بعض الاسر. حتى اللغه الان لغتنا الشركسيه الحقيقه يعني الجيل، مش الجيل الاحفاد، جيل اولادنا يعني اصبحوا يعني يفقدوا لغتهم الشركسيه. وهذا شيء مقلق. يعني انا بدي اقول يعني في اخواننا الدرسان او الشيشان الحقيقه هم في هذا افضل منا، لانه الاسره الحقيقه حريصه على يعني العادات وعلى وعلى عدم نسيان اللغه. اللغه الحقيقه ما عندها لغه الحقيقه تتلاشى، فبالتالي اللغه شيء مهم والعادات شيء مهم جدا، والعلاقات الاسريه اهم من ذلك. احنا تباعدنا، كنا بالاول كنا عايشين يعني في المهاجرين والشابسوغ وجبل التاج والى اخره. الان يعني انا ساكن في اسكان الجامعه، ما عندي ولا جار من مجتمعنا، مع كل اسف. والكلام هذا كله مع لا، والاشرفيه نفس الشيء، وجبل التاج يمكن في عائلتين ثلاثه. فاحنا طبعا شيء طبيعي مع توسع الاردن واحنا كشركس توزعنا، لم نعد يعني على علاقه مباشره كما كنا قبل 40 او 50 سنه. ف يعني انا ايدي بايدكم، وانا بكل تواضع ما استطيع ان افعله، ويجب ان نعمل نوع من خلينا نقول ليست خضه، لكن يعني نهز حالنا شويه ونضع ايدنا واصبعنا على الجرح وعلى المشاكل وعلى خاصه المستقبل. يعني العالم متغير سريع التغير، يعني كثير سريع التغير، والمعارف تتغير. كنت قبل 100 سنه المعرفه كان كل 100 سنه تتغير، هلا كل ساعه ساعتين تتغير المعارف، وبالتالي معارف جديده، وهذا يشكل تحدي كبير لاجيالنا ابنائنا واحفادنا، وربنا يسهل إن شاء الله. دكتور، يعني أنت أجملت نقاط القوة ونقاط الضعف اللي موجودة عند المجتمع الشركسي، مشان نتدارك نقاط الضعف من ابتعاد المجتمع عن بعضه البعض وتخليه عن لغته وعاداته وتقاليده. طب بدي يعني إذا بدنا ننصح الهيئة الإدارية القادمة أو حتى الهيئة الإدارية الحالية، إنه في عندنا مجموعة من الفرص إحنا ما عم نستغلها. إحنا كجمعية أو كمجتمع شركسي في الأردن عندنا فرص كثيرة، بس يعني تاركينها، ما عم نستغل هاي الفرص. فهل يوجد أمور إحنا كجمعية كان لازم نشتغل فيها، كان لازم ندير بالنا، الهيئات الإدارية لازم تنتبه عليها بشغلها؟ تفضل. والله أنا اللي بقول يعني الجمعية ليست هيئة إدارية بس، واجتماع أسبوعي أو كل أسبوعين لابد أنه ينفتحوا على المجتمع، ويكون في ندوة أو ندوتين كل شهر ويدعى إليها، وخاصة للتحدث عن قضايا ومشاكل المجتمع عامة والمجتمع الشركسي خاصة، وخاصة في الفترة في الأوبئة، فترة الأوبئة الأمور مش سهلة، وبالتالي لابد أن إحنا كل أسبوعين على الأقل نعمل ندوة أو لقاء وندعي إليها
من المختصين شركس وغير شركس طبعا، لأنه في قضايا مثلا جزء ما في مختصين فيها، خاصة ما يتعلق بالقضايا النفسية والصحية والاجتماعية. دكتور، هل احنا لازم نخاف على مستقبلنا كمجتمع شركسي؟ هل في وضع احنا لازم نكون قلقين عليه؟ هل احنا راح نضيع؟ هل الجمعية الخيرية الشركسية دورها راح يتقلص؟ وضعنا، هل في تهديد علينا بانه احنا ممكن انه نفقد هويتنا كمجتمع شركسي او نستمر بالضياع؟ لا، ما اعتقد، لا ما اعتقد نصل لهذه المرحلة. احنا صلنا تقريبا 150 سنة وما شاء الله، يعني وضعنا داخل المجتمع الأردني وضع يعني ما بدي أقول متميز، لكن وضع مريح. يعني لا زلنا يعني نلعب أدوار إيجابية في بناء المجتمع الأردني. طبعا مش زي ما كنا في الماضي، لأنه تعرف برضو كمان الأردن ما شاء الله إحنا أول ما جينا كان عدد السكان بمئات الآلاف، شركس يعني وغير شركس. لكن الآن الأردن حوالي، في الأردن في 9 مليون أو ما يزيد على 9 مليون. فبالتالي أنا لا أخاف ولا أخشى على المجتمع الشركسي. وكنت أقول دوما ربما كان المجتمع الشركسي أفضل مجتمع شركسي في العالم، اللي هو لما أقول في العالم أنا بقى عملت دراسة توصلت أنه في إحنا شركة منتشرين في 42 دولة. لما أقول منتشرين بعدد 3000 وأكثر شركس عايشين هناك. فالمجتمع الشركسي بقول ولو أنه من حيث المداعبة وجد ليبقى. يعني مجتمع الشركسي من 10,000 سنة، وهذا عددنا ما زاد كثير. يعني ربما أكثر عدد شركسي طبعا في العالم الآن في تركيا، ووضعهم الحقيقة في تركيا وضع جيد، وفي البلاد في القفقاز وطن الأم برضو وضعهم جيد. إحنا في الأردن في سوريا برضو كان وضع جيد، بس الأمور في سوريا اختلفت. إحنا الحقيقة في الأردن، واستطيع أن أقول برضو في فلسطين، لكن مجتمع الشركسي في الأردن مجتمع إلى حد كبير متماسك وفعال، ولا لا زالوا يقومون بدورهم في بناء المجتمع ويساهموا مع الأردنيين. طبعا أنا أولا وأخيرا لما بيسألوني أنت إيش، ما بقول أنا شركسي، بقول أنا مواطن أردني، وكلنا على ذلك، لأنه إحنا الوطن يعني فوق كل الاعتبار. لكن لابد زي ما كان رحمة الله الملك حسين يقول الأردن مزايك يعني من مختلف الأصول والمنابت، وهذه قوة الأردن، المختلف الأصول والمنابت. دكتور، طبعا حضرتك إنسان أكاديمي، ويعني اشتغلت في كثير من المنظمات الأهلية والتطوعية والخيرية. فإحنا بنحكي على النظام الداخلي للجمعية الخيرية الشركسية وطرق إدارة الشؤون الجمعية يعني ضمن نظام أساسي. فهذا النظام موجود من 1932 وصار في عليه شوية تغييرات. هل نحن بحاجة لإعادة نظر في النظام الأساسي للجمعية الخيرية الشركسية بحيث أنه يكون فعال أكثر ومساعد أكثر في تطوير الجمعية؟ والله طبعا هو هذا أنا أؤيد ذلك، لكن يعني أنا كنت بكل تواضع وزير التنمية الاجتماعية. نعم. ليس هناك قيود لمن يريد أن يعمل. الأنظمة والقوانين مش المشكلة، طالما تعمل عمل خير، عمل مفيد، عمل نافع، وتقوم بدورك، لن يتكلمك حد حتى لو أخطأت. يعني أيضا يجد لك أعذار، لأنك أنت إنسان تجتهد، قد تخطئ قد تصيب. وبالتالي يعني ليست مشكلة أنظمة، لكن الجمعية نفسها ما في شك بحاجة إلى يعني تعديلات. لكن تعديلات الحقيقة حسب ما أعلم من حكم منصبي السابق مش سهل
شايف؟ في قضايا ما يتعلق خاصة في الممتلكات، شايف؟ ليس سهل التصرف بالممتلكات يعني إلا في نطاق ضيق، وفي نفس الوقت وفي يعني لازم نراعي الأنظمة والقوانين. والمال ما أعتقد مشكلة، ولكن إذا المشكلة بأننا لا نعمل بما يعني يرضي الآخرين، يرضي المجتمع، وبالتالي مع الأسف يمكن حتى اشتراكات نسبة اللي بيدفعوا اشتراكات نسبة قليلة. السبب الرئيسي الأول كان في جابي، وكان يلف حتى على البيوت ويجمع وشو أنا أذكر أنه يعني الاشتراك مبلغ زهيد، بس هذا المبلغ الزهيد إذا ما في متابعة برضو ما بيتم تحصيلها. وشيء آخر الآن المجتمع الشركسي كنا نتغنى أنه مجتمع يعني طبقة متوسطة، الكل يعني عايش مرتاح، لكن عندنا فقراء الآن، وعندنا أيتام بحاجة إلى رعاية، عندنا فقراء بحاجة إلى، عندنا يعني الحقيقة بعض المشاكل الاجتماعية ومشاكل العمل، العطل عن العمل، ومشاكل ما يتعلق بضرورة توجيه شبابنا على المخاطر. بتعرف الأوبئة، آسف، ما يتعلق بالمخدرات بكل صراحة، لأنه هذا هذا كارثة، فيجب أن نلحق. أنا عملت دراسة قبل يمكن 5 سنين أو 6 سنين، ووجدت يعني ما بدي أقول نسبة حتى ما أخوف الناس اللي بيتعاطوا من الشباب، وبحاجة إلى علاج وبحاجة إلى توجيه. دكتور، يعني مشاريع الجمعية الخيرية الشركسية دائما بحاجة لأنه الواحد يتطلع عليها ويشوف كيف ممكن أنه تستمر في مسيرتها ومواصلة عطائها. مدرسة الأمير حمزة، حضرتك كنت رئيس مجلس الأمناء. رئيس مجلس الأمناء، أيوة، فبالتالي أنت على اطلاع بشؤون المدرسة، فما رأيك يعني مدرسة الأمير حمزة بحاجة إلى ماذا حتى تستمر في عطائها وحتى تكون فعالة أكثر وبالطريقة اللي إحنا بدنا إياها تستمر في الارتقاء؟ تفضل دكتور. والله الحقيقة أنا طبعا صار لي 6-7 سنين تارك، مش متابع كثير، لكن أستطيع أن أقول بأن المدرسة برضو بحاجة إلى نوع من مراجعة المناهج، مستوى المعلمين، مستوى المعلمات. فبرضو من القضايا اللازم إحنا من خلال مؤسسة الأسرة الشركسية لابد أن نتطرق إلى وضع المدرسة، وإلى، لأن نحن دائما يعني نبحث عن الأفضل. وزي ما قلت أنا قبل 100 سنة كان العلوم أو المعارف كانت تتغير كل 100 سنة وكل 50 سنة. اليوم كل ساعة وكل ساعتين بيطلع شيء جديد، فبالتالي لابد من متابعة العصر الحديث، ولا بد بالتالي أن نتابع المدرسة. الله يعطيهم العافية مجلس الأمناء واللي بيشرفوا على المدرسة، والحقيقة بيبذل مجهود جيد، لكن برضو كمان بحاجة إلى زي ما قلت أنا نعمل، طالما إذا صار في الجمعية هيئة استشارية، ممكن طبعا من ضمنها المدرسة، ومن ضمنها كمان الفرق النسائي، ومن ضمنها السماور. يعني إعادة، ليس الحمد لله إنه ما في شيء بخوف يعني، لكن بحاجة إلى أن نتطور، لأنه العالم يتطور بسرعة، المتغيرات يعني كثيرة وسريعة، وبالتالي لا بد من عمل دراسة واستفتاء، وبالتالي نطلع بأفضل النتائج ونتطور بما يتناسب مع متغيرات العصر الحديث. دكتور، هلا احنا يعني علاقة الجمعية الخيرية الشركسية أو علاقة المجتمع الشركسي مع المجتمعات الشركسية خارج الأردن
العلاقة الرسمية هي من خلال الجمعية الخيرية الشركسية. وزي ما أنت تعرف دكتور، في حاليا الجمعية الشركسية العالمية هي المركز اللي عم بيجتمعوا فيه كافة الجمعيات من كافة أنحاء العالم. بعض الناس صحيح. راضين، بعض الناس مش راضين عن أداء الجمعية الشركسية العالمية، ولكن بشكل أو بآخر هي يعني عم بتضم كافة، أو هي جهة بتضم كافة المجتمعات الشركسية في العالم. كيف ممكن أن نطور صحيح. فكرة الجمعية الشركسية العالمية ويكون أدائها بطريقة أفضل، وتكون بالوضع اللي إحنا يعني بنشوف إلنا دور في تطويرها، وخاصة إنه إحنا بنعرف يعني مشان نحكيها كمان بشكل صريح، حتى الآن صار في اجتماعات عديدة بين الجمعية الشركسية أو الجمعيات الشركسية، وعادة رؤساء الجمعية أو ممثلين بيروحوا بيحضروا الاجتماعات وبيرجعوا، والناس ما بتعرف بالضبط إيش اللي عم بيصير بالاجتماعات. كيف ممكن صحيح. إنه يصير في دور للمجتمع الشركسي أو المجتمعات الشركسية في العالم فيما يتعلق في القضايا المصيرية للمجتمع اللي قد تؤخذ من خلال الجمعية الشركسية العالمية والممثلين اللي بيحضروا اجتماعاتها. تفضل دكتور. والله أنا حضرت يمكن 3 اجتماعات للجمعية الشركسية العالمية. يعني أنا بدي أحكي كلام وأرجو أن يتقبلها مني الأخوان في الوطن الأم. أنا ما ارتحت للجمعية الشركسية العالمية الحقيقة، يعني تقليديين وما بدهم يتطوروا، وكان في هناك محاولات لنقل الجمعية الشركسية العالمية إلى تركيا. شايف أنا ما كنت من المؤيدين، لكن أنا من المؤيدين يجب يعني التكاتف كل جمعيات شركسية في العالم بتطوير هذه الجمعية. بحاجة إلى تطوير، يعني لأنه عملهم روتين مع كل أسف أنا أقولها. يعني مثلا أنا من الشغلات اللي رحت بدعوة رسمية من رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 85 سنة أظن على تأسيس نيلتشيك. من الصبح مهرجانات للمساء ما سمعت كلمة شركسية، كل خطاباتهم بالروسي، بينما القراشيه والشيشان ولا هذا كلهم كانوا يحكوا بلغتهم. وبالتالي آخر ليلة كان في احتفال، وقفت قلت أنا بدي أحكي ويعني أرجو أنكم لا تأخذوني، وكان في مترجم، قلت له أرجو أنك ترجم بأمانة. قلت له أنا من لما دخلت لهون وهي حوالي 12 ساعة 13 ساعة ما سمعت كلمة شركسية في المهرجان، كل ما هنالك اللبس، بينما قوميات الأخرى حكوا بلغتهم. ليش؟ أنا ما بعرف. قلت لهم إحنا في الأردن بوجود جلالة الملك نرفع علم الشركسي وبنحكي الشركسي، شايف؟ ولي عندنا من الحرية في بلدنا، لكن وين أنتم؟ شو هالكلام؟ ما تحكوا شركسي. طيب كيف الآخرين؟ في 15 جمهورية كلهم كانوا يحكوا بلغتهم، حتى في الحفل الختامي حفل استقبال العشاء برضو كان يحكوا بلغتهم ويترجموا، إلا إحنا. فأنا يعني يأخذوني أنا، يعني هذا يعني بكل أسف إنه ألم في نفسي وفي قلبي من هذاك الأيام. فأرجو إنه يعذروني، ويجب إنه إحنا يعني نكون أكثر يعني أكثر تمسكا بلغتنا وبعاداتنا وتقاليدنا وإلى آخره. يعني هذا ما أقوله وأمري لله. دكتور، يعني حضرتك عملت الموسوعة الشركسية، وهو جهد عظيم وكبير ومهم. ما هو دور الجمعية الخيرية الشركسية في دعم الهوية والثقافة واللغة والكتب والأمور اللي لها علاقة بالثقافة الشركسية والتاريخ الشركسي؟ ما هو دور الجمعية؟ مع كل أسف
الجمعيه يعني ما في هذاك. يعني اقول لك شيء مؤلم، انا وزير الثقافه دعمني ب 20,000 دينار، الجمعيه دعمتني ب 10,000. اي مين الأحق؟ انا كلفني 150,000 دولار هذه الموسوعه، شايف؟ وبالتالي يعني وهذه الموسوعه وزعتها على ال5 قارات، مكتبات 5 قارات، شايف؟ انا ما بعت منها، ما بعت لكل المجتمع الاردني، لكل المؤسسات والمكتبات، كنت اهديهم، كنت ابيع بس للشركس، ما بعت يمكن ب 15,000، تكلفني 150,000 دولار. لكن لحد اليوم انا عندي، لكن انا فخور. لا، المهم ليست الماده، المهم انه احنا يعني هذه الموسوعه موجوده في اكبر المكتبات في العالم كله، صحيح باللغه هذا، وفي تركيا حاولوا يترجموها وترجموا. عندي ملخص انا للموسوعه ل6 مجلدات، في مجلدين عامل ترجموا المجلدين اللي هي مختصرات. فمع الاسف يعني احنا بس بالرغم من هذا انا راضي الحمد لله، وراضي على مجتمعنا الشركسي في الأردن وفي البلاد. أمن على مجتمعنا الشركسي، بجوز أولاد عمي يزعلوا علي في نهرشك وقفقاز، لكن أنا غير راضي على الوطن، يعني لأنه حتى اللغة الشركسية في بعض المناطق ما بتحدث فيها. يعني دكتور، عدم الرضا هو عبارة عن حث وأمر وتمني بأنه يصير الوضع والله أفضل طبعا هناك، لأنه هم القدوة تبعتنا طبعا لازم يكونوا. طبعا 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 دكتور، يعني حضرتك كنت وزير للتنمية الاجتماعية بالإضافة اجتماعية. لكونك وزير للرياضة والشباب. نعم فيعني الشباب وتعزيز دورهم في الجمعية الخيرية الشركسية، يعني احنا بنعرف ان الشباب حاليا يعني معظمهم عنده مسؤولياته بالشغل، مسؤولياته يعني عم بيكون أسرة جديدة وعم ببني الدراسة. حاله، والمتطلبات صحيح. كثير كبيرة هالأيام هاي، بتتطلب جهد كبير منهم نعم في بناء حياتهم. ولكن احنا بهمنا كمان يكون لهم تواجد وتعزيز دورهم في الجمعية. فماذا تقول نعم بالنسبة للشباب ودورهم في الجمعية؟ والله هذا ضروري، لكن برضو احنا شبابنا مع الأسف متمردين. فعملنا ندوة كان قبل 5 6 سنين أو 7 سنين، وكان يعني على الستيج، ما بدي أذكر أسماء، 3 أشخاص، وبرضه من لهم باع علميا واجتماعيا وهذا. مع الأسف الشباب قاموا وهاجموه هجوم غير معقول. حتى الطريقة، أنا طبعا ما كنتش قاعد أنا على المنصة، أنا كنت في الجنب، فأنا قمت وكنت وكلمت كلام قاسي، لكن شبابنا برضو كمان ردوا عليه في يعني بكل الأسف. يعني قالوا احنا ما بنشوف الوجوه اللي بين فترة بيظهروا إلا بالمناسبات، يعني مش متواجدين في المجتمع الشركسي، وهذا فيه منه شيء صح يعني. فأنا الحقيقة إذا في لوم طبعا على اللي وصلوا في مراكز، أولا مثقفين متعلمين، والحمد لله يعني عدد الشراكس الماخذين دكتوراه في الأردن حسيته مرة حوالي 42 43. الماجستير حدث ولا حرج. فإحنا شبابنا الحقيقة في الناحية العلمية والناحية الآن متطورين، ووصلوا إلى مرحلة رئاسة جامعات ورئاسة وزارات، وزير تعليم عالي، يعني زي محمد توق كان وزير تعليم عالي، وأنا كنت وزير شباب ورياضة، وزير تنمية اجتماعية، وكان برضو كمان وزير ثقافة اللي هو شقم. دكتور فبالتالي نبيه. يعني كنا متواجدين في المجتمع. نعم كنا مجتمع يعني متواجدين في المجتمع، وقدمنا بنقدر عليه الحمد لله. دكتور، يمكن أنتم هيئتكم الشبابية لما إجت استلمت الإدارة
كنتوا شباب بهذيك الفترة على ما أذكر، وكان يعني نعم شبه انقلاب على اللي أكبر منكم عمرا، مزبوط ولا؟ يعني والله على سبيل يعني آه، يعني تقصد الجمعية؟ بالجمعية تقصد الشركسية لما أنتوا الجمعية جيتوا، ولا أنتوا كنتوا الوزارة؟ شباب، هيئة إدارية شبابية، مزبوط؟ صح صح والله آه مضبوط ف ف صحيح ف صحيح. هل وكان فعلا فعلا حسيتوا الله حالكم إنه يرحمه. قدمتوا إشي هيك متميز؟ آه والله يعني ما بدي أقول متميز، لكن غيرنا بأسلوب العمل في الجمعية. آه آه أسلوب العمل في الجمعية، والله يرحمه طبعا كان رئيس الجمعية وقتها مهاجر، أحمد مهاجر، وكان طبعا هو وضعه الصحي، لكن بالرغم هذا الحقيقة بأنه كان لنا عمل جيد جيد جدا يعني، وأسلوب نعم جديد في العمل. بس آه لدورة واحدة. نعم نعم. التغيير أحيانا بحاجة إلها الجمعية، تغيير للأفضل يعني، وتغيير من قبل ناس دارسين الوضع. دكتور، في عندنا سؤال من أحد طبعا المشاهدين، طبعا. السيد بارس بيزاور. حضرتك برضو تطرقت لموضوع إنه آه. الشيشان بيعرفوا لغتهم أكثر منا كشركس، فعم بستفسر هل في نعم سبب لهذا آه. الموضوع برأيك؟ السبب، نعم السبب انه انا بعرف، انا اصدقاء وجيران في سويلح شركس، الشاب الطفل الشيشاني اذا طلع على البيت ورجع كلمه، رجع بكلمه عربيه بيتوا برا البيت، شايف؟ لانهم ولا يمكن لو اكبر شخصيه قاعد واثنين شيشان بيحكوا مع بعض الا يحكوا مع بعض بالشيشان. مم. عندهم يعني انتماء للغتهم بشكل، يعني انا الحقيقه اني معجب. يا ريت احنا نقدر هذا، بينما احنا عندنا بتكون الام ما بتعرفش عربي، اولادها ما بيعرفوش شركسي مع الاسف بعض العائلات يعني. مم. وهذا وين النقطه الرئيسيه؟ الاسره، الام، الاب. يعني احنا مجتمع كثير يعني مش متعلقين باللغه زي الشيشان. الشيشان متعلقين باللغه، انا تفسيري انه يعني لحد الان عندهم امل يرجعوا لبلادهم الى هذا المستوى يعني، وهذا انا اكبر فيهم يعني. لكن وضعنا احنا مجتمعنا الشركسي مجتمع متساهل في اللغه وفي العادات، ووصلنا الى ما وصلنا اليه. وما بدي احكي عن المشاكل الاجتماعيه يعني، خاصه فيما يتعلق بالزواج ويتعلق بالطلاق ويتعلق بالاسره، الخلافات الاسريه الى اخره. مع الاسف يعني بحاجه الى مراجعه، بحاجه الى ان يعني الناس المختصين زي حضرتك مهتمين، مش بس المختصين، مهتمين بانه نعمل دراسه حول هذا الموضوع. إن شاء الله إن شاء الله دكتور، بهمتكم وأنتم على رأس المدعوين لمتابعة هاي الدراسات. إن شاء الله نضلنا على تواصل دائما. يعني إحنا لقائنا بشكل سريع يعني عم بنتهي، صلنا حوالي 50 دقيقة. اللقاء كان 45 دقيقة، إحنا وعدناك مشان ما نتعبك كمان، بس إحنا مستمتعين في لا لا، الحديث معك. انا دكتور، انا ما شو بنام بتحب قبل ال 11. آه توصياتك دكتور، شو بتحب توصي للناس اللي بيشتغلوا وبيهتموا في أمور المجتمع والجمعية الشركسية؟ شو توصياتك لهم، للشباب، للكبار، للستات، للإدارات القادمة؟ تفضل دكتور. هو الحركه بركه، اذا ما تحركنا يعني ما كثفنا من اللقاءات، ما كثفنا من الندوات، ما كثفنا من المؤتمرات، الحقيقه بظل الموضوع يعني يعني خطير بكل مصداقيه. فالجمعيه الله يعطيهم العافيه، مجلس الاداره ما في، مش كفايه مجلس الاداره وكم لجنه اللي يجتمعوا، لازم يعملوا ندوات، لازم يعملوا لقاءات. يعني اذا مش في الشهر مره، مرتين، لا يكون في الشهر مره.
لأنه إحنا بعدنا عن بعض. الجيل الجديد ما بيعرفون إحنا الجيل القديم، والجيل القديم يا دوب أعرف أحفادي وأبنائي وأقربائي المقربين. فلا بد من أن نكثر من اللقاءات ومن الحوارات، ونتقبل الرأي والرأي الآخر دون تذمت، دون حرج، دون يعني ما يصير في مشاكل. وهذا مجتمعنا الشركسي قادر عليه. كنا هيك في الماضي، لكن الأمور تغيرت. برضو في عندنا الدكتورة ريما حجو عم تسأل عن الموسوعة، يعني من وين يمكن الحصول عليها؟ في مكان ما عم تنباع الموسوعة قولي لها تكرمي بتلاقي الموسوعة في الجمعية. بس اسمها كامل، اسمها كامل عشان أهديها. أنا ما الدكتورة ريما حجو حاليا ما ببيع موسوعة. دكتورة ريما حجو دكتور صيدلانية، بهديهم صيدلانية وإنسانة قديرة وبتتابع الشؤون. على طول بخليها تتواصل معي، أقول لها أشكرك وأنا حريص إني أهديك الموسوعة. أنا ما ببيع للمهتمين. على الدكتورة ريما شخص بالساهل. دكتور عظيم. دكتور، في أي شيء بتحب تزيده قبل ما ننهي اللقاء؟ بتحب تضيف أي كلمة توجهها، نصيحة لنا، تقدم لنا نصائح، تقدم للمجتمع؟ والله طبعا لا كل اللي حكيناه هي عبارة عن آراء وفيها ليس نصائح، تحليل الواقع. فاللي سمعوا شايف، أرجو أنه يعني أنا لا أفرض رأيي على أحد، ولا يعني أنا كلامي هو كلام ما فيه أحسن من كلامي أو كلام صحيح. أنا إنسان حضاري متطور متقدم، أقبل الرأي والرأي الآخر لو كان يخالف رأي 100% واحترم. فبالتالي يعني أرجو يعني من الجمعية، ومش بس الجمعية وفروعها والمؤسسات المجتمع الشركسي، يعني حوالي الآن 14-15 مؤسسة شركسية، أرجو بأنهم يعني يهتموا يعني باللغة وبالعادات، ونعيد تدريس اللغة. كان في الأكاديمية كان يدرسوا، وأرجو أنه وهي ابني موجود هنا، هو من اللي درسوا، مع أنه بيعرف شركسي بس برضو درسوا، وكنتي كمان درست، وبنتي درست، وبنت أخوي برضو كمان درست وطلعت الأولى باللغة الشركسية. دكتور، احنا يعني سررنا جدا في اللقاء معك، وبنوعدك انه هذا اللقاء هو البداية، والمؤتمر ان شاء الله بتشكل وبتكون انت على يعني من الناس اللي في مقدمة هذا المؤتمر، وبنستفيد اكثر من خبراتك، وان شاء الله بيطلع معنا جميعا كمجتمع شركسي في الأردن، يطلع معنا جميعا يعني وجهة نظر واستراتيجية وخطة عمل للمستقبل اللي تساهم في تطور جمعيتنا ومجتمعنا الشركسي في الأردن. دكتور محمد خير مامسر، أنا جاهز. كل الشكر لك، وإن شاء الله نضلنا متابعين مع بعض. وفي نهاية اللقاء أعزائنا المشاهدين، شكرا لمتابعتكم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله بنتقابل معكم في لقاءات أخرى مع ضيوف جدد. شكرا جزيلا لمشاهدتكم، شكرا جزيلا دكتور. شكرا لكم، شكرا على إتاحة الفرصة لأن أتحدث. بارك الله فيك. والله كثر من أمثالك. تسلم دكتور، شكرا لك. تسلم.